السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كباب حلة. عندنا اللحمة قطعتها قطع صغيرة بالشكل ده، هي كلها دهون للأسف. انا طلعت منها بقى كل الدهون اللي فيها بالشكل ده، وقطعتها اعبيها بقى، احطها في كيس في الفريزر ونبقى نستخدمها في يوم كده، نقطعها نسيحها بقى نعملها سمنه يعني. يعني طبعا الدهون محدش هياكلها في الاكل. طبعا كنت هسويها كده قطع عاديه، بس طبعا لقيتها كلها دهون يعني الولاد محدش هياكلها، فقطعتها بقى كده وخليتها وعملتها بقى قطع صغيره، قلت نعملها بقى كباب حله. عندنا بقى كميه كده حلوه من البصل، لا نص كيلو بصل، شويه من الثوم. برفع بقى البصل على النار، رفعت البصل على النار، هضيف له معلقه واحده من الزيت، لان اللحوم بتاعتنا فيها دهون طبعا هتسيح كده هتسيح كده على النار. لما نحطها يبقى معلقه واحده صغيره كده من الزيت، بس عشان البصله معانا تتشوح. البصله دبلت معانا، نزلت باللحمه، بس للاسف انا كنت فاكره الفيديو مفتوح بس لقيته مقفول. نشوح بقى اللحمه بالشكل ده، تبقى تنزل الدهون اللي فيها. مش هنضيف ملح الا لما اللحمه تستوي معانا. دلوقتي هنضيف التوابل بس، كمون وكزبره وفلفل اسود. شوحنا اللحمه مع البصل، ضفنا كده كمون وكزبره، ونبتدي بقى نضيف لها الميه شويه بشويه، ميه مغليه شويه بشويه، بحيث ان اللحمه تستوي معانا. بعد البطاطس بقى، لما اللحمه تبتدي تدخل في السوا، نضيف لها بقى بطاطس مكعبات. شويه من الميه ونغطيها. نغطيها بقى، كل ما شويه الميه اللي فيها يخلصوا نضيف غيرهم ميه برضو سخنه. كباب الحله ده استوى معانا، نضيف له شويه بقى من فصين توم، وقطعه كده من الفلفل الحامي او رومي، وقطعه من الطماطم. انزل بقى البطاطس، نضيف بقى ملح، ان احنا ما ضفناش ملح للحمه بتاعتنا. نضيف شويه من الميه السخنه. لو حابين نزود فيها الطماطم نضيف قطعة كمان من الطماطم. كده خلاص اللحمة بتاعتنا تعتبر استوت.
البطاطس بقى تستوي، يبقى كده معانا كباب الحلة جاهز. نضيف كده شوية من جوز الطيب. كده كباب الحلة بيستوي معانا في الفرن. عندنا بقى طبق رز بايت، ده من اول امبارح في التلاجة لما كنا عاملين السندوتشات. طبعا احنا مش هنرميه بقى، يعني الرز غالي، فنعمله كده رز معمر. الولاد بيحبوا الرز المعمر. انا كنت عامله رز بالخضار، بس يعني انا عامله طبعا كباب الحله فيه بطاطس، قلت خلاص يعني نعمله بقى رز معمر. نزلنا بقى الرز عندنا في الطواجن بالشكل ده. وعندنا بقى طبق رز تاني افضيه برضو كده في الطاجن، يعني ده كان بتاع امبارح الطبق ده، والابيض ده كان من اول امبارح. انا نسيت ان في رز في التلاجة يعني، فجيت بقى عملت تاني يوم كمية كبيرة يعني. فدي برضو في الطاجن كده، وهندخلهم كلهم الفرن مع بعض. يعتبر هيسخنوا يعني، لان كل حاجة مستوية بس. وكده يبقى احنا برضو عملنا عملنا فطار، ومحدش هيعرف انه رز بايت. بكلمكم بالراحة عشان المرة اللي فاتت سمعوني. عندنا بقى الطواجن بتاعتنا، ده هنضيف له شويه كده من الميه، وشويه صغيرين من الميه، طبعا هيسخن فيهم يعني. والابيض هنضيف له لبن، وفي معلقه كده من القشطه، معلقتين من القشطه نضيفهم على الوش. بقينا كده ضفنا اللبن، ومعانا معلقتين من القشطه اللي بنحوشها من على وش اللبن. نضيفهم بقى كده معانا على الطاجن، وندخلهم الفرن. كده ندخل بقى الطواجن بتاعتنا الفرن. يعني انا ده ضفت له شويه من الميه، وده اللبن وقشطه. ادخلهم بقى الفرن، هيسخنوا كده مع بعض. عندنا بقى بواقي كنافه، نعمل كده طبقه كاستر وطبقه مهلبيه، طبقه من نعملها كاسات، نعمل طبقه كاستر ونعمل جيلي. انا عملت الجيلي بالشكل ده وجهزته، احنا عملناه مع بعض كتير. الكاستر نرفعه بقى على النار، كوبايتين اللبن عليهم معلقتين كبار من الكاستر، نقلبه بقى لما يغلي معانا. كده بقى الحلو بتاعنا جاهز. الطبقة من الكاستر، كوبايتين لبن عليهم معلقتين من الكاستر يغلوا مع بعض. الجيلي ده نص باكو من الجيلي، عليه معلقة من النشا، كوبايتين من المية، ونسيبه بقى يبرد معانا. نعمل بقى طبقات الكنافة. الولاد بيحبوا الكاسات دي اكتر من ان هم ياخدوا اي القطع كده وياكلوها كده، الكنافه او البسبوسه او الحاجات دي كلها. نسيب بقى الطبقه دي تبرد وبعدين نكمل. عملنا بقى التحليه بتاعتنا، طبقه كنافه، طبقه من الكاستر، ونسيبه يبرد تماما، وبعدين نحط على الوش كده موز، وننزل بقى بالجيلي. طبعا التحلية دي عملناها قبل كده.
احنا برضو بنعمل لهم يعني كده بنعمل تحليات بسيطة وموفرة. ده شكل سفرتنا. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت شكل كباب الحلة بتاعنا وبواقي الرز حولناها لوصفات جميلة. يا رب سفرتنا النهاردة تعجبكم. لو عجبكم بقى متنسوناش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم.